انا جايبه لكم وصفه ترند على اليوتيوب والتيك توك، فانا حبيت ان انا اعملها واجربها. ده لانشون فراخ على طريقه الشيف محمد جمال. حبيت اجربها معاكم واقول لكم تستاهل التجربه ولا لا. جبت هنا نص كيلو من الفراخ، بس اهم حاجه تكون داخله على التجميد. قطعتها انا قبل كده غسلها طبعا ومنضفاها، وقطعتها حطيتها في الفريزر شويه. همسكها اضربها في الكبه لحد ما الخليط بتاعنا يكون حلو كده، يعني كله مفروم. وهحط الكبه في الفريزر على ما اجهز الخليط بتاعنا التاني. هجيب نص كوبايه ميه ساقعه جدا فيها تلج يفضل، نص كوبايه من النشا والتوابل بتاعتي، نص معلقه صغيره، ربع معلقه صغيره حبهان مطحون، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره توم باودر وبصل باودر، فلفل اسمر او ابيض، وحبه وملح، معلش معلقه صغيره من الملح، و5 معالق من الزيت. وعشان يعني ايه ادي لون كده شويه ممكن تحطي نقطه صغيره من احمر او لون وردي. وبعد كده هجيب الخليط الكبه بتاعي اللي حطيته في الفريزر، هضيف عليه الخليط بتاعنا السائل ومرقه الخضروات، مرقه الدجاج. بحط عليها مرقه دجاج، ما تنسيش تحطي عليها مرقه دجاج، او لو مش حابه مرقه الدجاج ممكن تحطي عليها بهارات فراخ. هضرب الخليط كويس، وهجيب بعد كده كيس حراري اللي هو اللي بيخش الفرن، كيس من الاكياس الحراري او استرتش راب اللي تفضليه، بس الصحي اللي هو الحراري. هبتدي كده الفه من الجناب كويس وابرمه كويس، وهجيب عشان اقفله كويس جدا هجيب استرتش برضو وهقفله عليه. ويفضل عشان ما تتبهدليش، بس عشان بصراحة الموضوع تعبني على ما قفلته بالاسترتش الحراري بالكيس الحراري. بفرد، المفروض تفردي تحت استرتش وفوقيه الكيس الحراري وتقفلي الاتنين مع بعض، هيكون اسهل ليكي. وبعد كده بجيب ورقة فويل من اللي هي بتاعت الاكل وبقفله تاني. اهم حاجة تقفليه كويس عشان مش عايزين يخشله مية عشان ما يعجنش. احنا هنسويه على البخار، لو حابة تسويه في المية على طول مفيش اي مشكلة، سويه. كمان لازم تقفليه كويس عشان ما يخشلوش ميه. كده انا جبت الحله بتاعتي وحطيتها غليت وحطيت مصفى، واقفلها واغطيها كمان واقلبها. تاخد معايا ساعه اقلبها كل شويه على الجنب تاني. وبعد ما يطلع سيبه يبرد تماما، ويفضل تبيتيلي لك كامله في التلاجة. طبعا انا كنت مستعجله عليه عشان اوريهولكوا، سبته برد بس. هبتدي اقطعه، ويستحسن ان انتي تقطعيه في محل تكون تقطيعته رفيعه. طبعا هو طعم حلو جدا جدا جدا، والعيال هيحبوه، الاولاد هيحبوه. كمان صحي عن اللي بره بكتير. لو انتي حابه تجربيه، لا هو فعلا هيعجبك وهيرضي الاولاد جدا. لا جربيه، يستاهل التجربه. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تبخليش عليا بلايك وكومنت جميل، ولو لسه مشتركتيش اشتركي في القناه. باي باي.